مساء الخير يا جماعة. أنا محمود، صاحب الحادثة اللي الناس كلها بتتكلم عليها. آه، في قدامي صفحات كتير ياما منزلة سكرات الموت وإحنا متنا، وفي ناس ياما اتكلمت علينا بطرق مش لطيفة خالص. يا جماعة، أنا مش هقدر أتكلم في الدين ياما، مش هعرف أقول إن دي سكرات الموت، وأنا مش عارف أقول إن الناس بتقوله. لكن الفكرة كلها، احنا العربية اتقلبت بينا و... وممكن يكون من ضغط العربية علينا اللي احنا كنا جوه. انا واحد من الناس عندي ارتجاج في المخ، فقدان مؤقت في الذاكرة، في خلع في كتفي الايسر وفي خلع في الفخذ الايسر وشرخ في الحوض، والمفروض ان انا 3 شهور افضل قاعد ما اتحركش. لكن انا طبعا هو ربنا اراد يعني ان انا اطلع من الحادثة الحمد لله. بس انا شايف ان الموضوع بقى زياده عن اللزوم يا جماعه. انا واحد من الناس لما بشوف الفيديو الموضوع بيتعبني انا نفسيا تاني، يعني انا مخي عامل واقف كلينيكيا عند اللقطه دي وعند اللحظه دي، واحنا ما عداش علينا غير شهر. يعني صعب عليا لما اجي اتفرج حتى على الفيديو او اعدي الموضوع، ابص الاقي الناس متكلمه ان في سكرات موت وان الشباب انا ما كانش في شباب يا جماعه. انا اسف على اللي الناس بتقوله. انا كان معايا شخص، كان معايا الطيار شخص اجنبي، وكان معايا واحد قريبي، كنا رايحين نوصل الشخص ده. والشخص الاجنبي المفروض طيارته كانت الساعه 4 الا ربع والله، والحمد لله الحمد لله طلعوا من غير اصابات. اللي معايا اتصاب طبعا في دماغه، الشخص الاجنبي سليم. انا طبعا فقدت الوعي لمده اسبوعين بعد الحادثه، معايا التقارير الطبيه اللي بتقول الكلام ده، وفعلا السور ده ما كانش باين اصلا اللي احنا خبطنا فيه. وفعلا انا اتصدمت من اللقطه، اللي هو انا ما خدتش بالي ايه اللي حصل. والاغاني اللي شغاله احنا مش مشغلينها من اجل الهزار والهلس. الشخص اللي معانا عايش او عايز يعيش في جو مصري شويه، فاتكلم في ان هو عايز يسمع اغاني شعبيه مصريه موجوده وبتاع. من طبعنا اللي احنا قلت له بهزار، على سبيل الهزار، احنا هنشغل لايف وهنفتح مش عارف. وسبحان الله، مش من طبع اللي احنا نفتحه لايف، وفتحنا سبحان الله الفيديو اتصور والناس تعرف. ومن لولا اللايف ما كانوش الناس قرايبنا واهلي ما كانوش عرفوا انا فين، ما كانوا لحقونا. وانا سبحان الله بعد ما نطقت على طول من الخضه يا نهار اسود واتشهدت. انا عندي كسر او شرخ برضه في الصوبع بتاعي، اللي هو انا مش فاكر ايه اللي حصل بعد كده. انا فعلا حرفيا فقدت الذاكره، ولحد فعلا من 3 اسابيع اهلي بيتعاملوا معايا وبنسى هم بيتعاملوا معايا في ايه، بنسى المواقف المؤقته. فالحمد لله. انا مفيش من الحاجه اللي الناس بتقول عليها، ماليش علاقه باي صفحات منزله اللي احنا متنا واحنا شباب واللي احنا بنسمع اغاني واتعظوا. ممكن يكون الفيديو بتاعي رساله معينه ربنا قاصد يبعتها للناس. فانا مش هبقى متضايق ان طبعا دي رساله تتبعت لكل الشباب، ان ربنا يا رب يلهمنا الهدايه، وان ربنا يكرمنا، وان ربنا يسترها علينا، وان الحمد لله الحمد لله ربنا اراد ان انا اعيش تاني. والحمد لله ان الواحد بيبقى فيه دايما ما بينه وما بين صلته بربه باب صغير موارب، اللي هو ربنا لو مش راضي عني كان بقت حسن الخاتمه عندي. اكيد مفيش، اكيد في اوحش من كده طبعا، بس اكيد يعني الناس اللي شافت الفيديو شايفه ان حسن الخاتمه فيها مش حاجه كويسه خالص. فلو ربنا ما كانش راضي على عبده كان اكيد ختم بيه بالخاتمه دي يعني. والله اعلم طبعا عشان ما ابقاش داخل في تفاصيل دينيه، لكن ربنا اراد ان يبقى ليا عمر تاني واعيش تاني، وان انا ابقى موجود وعشان اهلي وعشان خاطر ناس ياما. طبعا انا شايف ناس ياما كتير اتمنت لي الشفاء، والناس دعت لي وفي ناس كويسه جدا. وبغض النظر في ناس تقول لك مركبين الصوت، يا جماعه اقسم بالله العظيم 3 ده ما حصل. وان الاصوات دي من المنازعه اللي احنا فعلا كنا شبه مهروسين جوه العربيه. انا لحد دلوقتي مش مقتنع اللي هو يعني انا صحيت ازاي. انا بحمد ربنا الحمد لله اولا واخيرا، وبشكر كل ما كان حد محترم سأل. وانا اسف للناس اللي منزله حاجات مش عارف، انا خيبت ظنكم طيب ان انا كنت ميت. الناس كلها بتتبلى حاجات غريبه، ومتشكر جدا لكل سأل عليا